يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لإخواتنا الفلسطينيين، ويلا بينا. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع شاب مستنسخ واسمه روبل، وهو بيبارز نسخته الأصلية قدام الناس، وبالرغم من إصابته إلا لأنه بيقدر إنه يخلص على نسخته الأصلية بالسكينة، وبنعرف وقتها إنه كان لازم يعمل كده عشان واحد منهم هو اللي هيفضل عايش. وبعدها بنروح لواحدة اسمها سارة وهي بتجيب أكل، وهي في البيت بيجيلها مكالمة من بيتر جوزها، فبتعرفه انها مفتقداه جدا، وبيرد انه ناوي ينزل اجازه قريب عشان يشوفها. ولما بيقول لها انه هيخلص حاجه ويرجع يكلمها بسرعه، ساره بتقول له انها تعبانه شويه وهتتصل عليه لما تصحى. وبعدها بنشوفها قاعده بتتكلم مع واحده فبتسالها عن سبب حزنها، فبترد انها مش حزينه ولا حاجه. وبنشوفها وهي بتاكل في العملات المعدنيه بتاعتها، وبنشوفها وهي بتصحى من النوم وهي مغرقه الملايه دم، وساعتها بتقوم تنظف مكانها وبتطلع على المستشفى، وبنشوفها هناك وهي بترجع دم، وبتدخل تعمل شويه فحوصات. وبالليل بتكلم بيتر وبتقول له على كل اللي حصل لها، وبيرد بيقول لها انه مش هيقدر يجي لها الفتره دي بسبب المشروع اللي شغال عليه. وتاني يوم بتكمل الفحوصات بتاعتها، والدكتوره بتطلب تتكلم مع اي حد من قرايبها لان الموضوع مش سهل، وبترد انها ما رضتش انها تكلم مامتها الا لما تتاكد من النتائج الاول، وانها فهمتها انه دور برد وهيروح لحاله وخلاص. وبالليل بترجع تبعت لبيتر جوزها رساله، فبيرد عليها ان الوقت متاخر، وبتعتذر له انها كلمته في الوقت ده. وتاني يوم بتروح الجيم بكل نشاط، وبترجع تكلم بيتر وبتقول له انها حاسه بنشاط طبيعي جدا، لدرجه انها راحت الجيم وانها كانت بتعاني من دور برد وراح لحاله خلاص. وساعتها بيتر بيقول لها انها مريضه ومرض خطير، واكتشفت كده من يومين لما اتصلت على رقمه بالغلط، وبيفهمها ان الدكتوره شخصت حالتها وهتموت قريب. وبعدها ساره بتروح تتكلم مع الدكتوره، فبتاكد لها كلام بيتر جوزها، وبتعرفها ان نسبه نجاتها هي 2%، وان المرض هيسيطر على جسمها وفي النهايه هتموت. ولما ساره بتسالها ان كان في حل ممكن تعمله، فبتعرفها ان ما قدامهاش غير انها تختار المقبره بتاعتها، وقبل ما تمشي بتديلها السي دي عن الاستنساخ عشان اهلها ما يزعلوش عليها. فبتتفرج على الاستشاري توم واللي بيتكلم عن الاستنساخ واللي بيعملوه، وعن فتره البصمه اللي بتكون عباره عن ضم الشخصيه الاصليه مع الشخصيه المستنسخه علشان تدي لنسختها اغلب صفاتها قبل ما تموت. وبنعرف كمان ان حالات شاذه والنسخ بتنتحر فيها لما بيحسوا ان اصحابهم مستعبدينهم. وساره ساعتها بتتصل على المركز عشان تحجز معاه، وتاني يوم بتروح تقابل دكتور توم وبتعرفه انه خلاص بتموت، وانها مش هتقدر تدفع تكاليف العمليه بتاعتهم عشان غاليه جدا. فبيقول لها ان نسختها هي اللي هتسد الفلوس مكانها بعد ما تموت. وبعد ساعه بنشوف نسخه ساره والدكتور بيعتذر لها عن الخطأ اللي حصل وخلى لون عينيها ازرق، وبيوعدها انه هيخصم 5% من حق العمليه. وهم راجعين نسختها بتسالها عن الاكل اللي بتحبه، فبتعرفها انها بتحب الاكل المكسيكي، وبتحكي لها عن ذوقها في الاغاني لحد ما بيوصلوا البيت. وهناك بتشوف صورة بيتر جوزها، فبتقول لها ان اغلب وقته بيكون مسافر بسبب شغله. وبتحكي لها كمان عن امها اللي لسه ما قالت لهاش انها عملت نسخة تانية منها عشان ما تحزنش. وبعد 10 شهور بتشوف سارة وهي بتتفرج على نسختها وهي بتتفق مع بيتر جوزها عشان يخرجوا سوا، وساعتها بتروح تقابل الدكتور، فبتقول لها انها تعبت من الانتظار بتاع كل يوم. ووقتها الدكتورة بتعرفها انها مش هتموت ولا حاجة زي ما كانوا فاكرين، وبتطمنها ان المرض اختفى من جسمها بالكامل. وهي مروحة بتنهار في الطريق لحد ما بتوصل للبيت، فبتلاقي نسختها قاعدة مع امها وجوزها، ولما بتقول لهم ما كانتش عايزه تعرف امها بحاجه. وبنكتشف ان نسختها كانت بتتواصل مع امها من فتره بدون علم ساره على اساس انها هي. ولما ساره بتقول لهم انها اكتشفت انها مش مريضه ولا حاجه ولازم يعطلوا نسختها ضروري، لكن بيتر بياخدها بره وبيقول لها انه مش مستحمل انه يعيش معاها مره تانية، وخصوصا بعد الاختلافات اللي شافها مع نسختها الجديده. وساعتها بتحاول تدخل لكنهم بيقفلوا عليها وبيخلوها بره، فبتقول لهم انها هتعطل نسختها قريب. وهي في شقتها التانية بيجيلها مكالمه من محاميه نسختها، فبتقول لها انهم مش هيقدروا يعطلوا النسخه بتاعتها، وبتطلب منها انها تتكلم مع مستشار قانوني افضل. وشويه وبتقابل المستشار وبيقول لها ان نسختها قدمت طلب بقاء بسبب الفتره الكبيره اللي قعدتها، وان هم مش هيقدروا يعدموها ولازم يخش تحدي لحد الموت، وبينصح انها تشوف مدرب في الفتره دي. وبعدها بتروح تلم حاجتها من عند بيتر، فبيكلمها باسلوب مش كويس. وبالليل بتتواصل مع مدرب دفاع عن النفس وبتقابله تاني يوم، ولما بيسالها ان كانت عايزه تعيش ولا لا، فبترد ان دي حياتها من البدايه ولازم تقاتل علشان تعيشها. وساعتها بيبدا انه يدربها على شويه اساسيات لحد ما ساره بتجيب اخرها، فبيديلها فيلم تتفرج عليه وتجيله تاني يوم. وشويه وبترجع البيت فبتشغل الفيلم وبتلاقيه فيلم رعب وما بتقدرش انها تكمله. وتاني يوم بترجع للمدرب فبيقول لها ان عنده السلسله كامله ولازم تتفرج عليها عشان تحب العنف وتكسب نسختها لو عايزه تعيش. وثانوي بيحكي لها عن المباراه اللي هتحصل بينها وبين نسختها، واللي هيكون موجود فيها 5 اسلحه، وكمان بيشرح لها عن كل سلاح موجود عشان تختار المناسب ليها. وهي في البيت بتتدرب على استخدام السكينه وبترجع له تاني يوم، وساعتها بيوريها اكتر من جثه اتقتلت باسلوب مختلف عن التاني عشان يعودها على كده. وقبل ما بتمشي بيعرفها ان هو هيطلعها رحله ميدانيه عشان تعاين على الطبيعه بدل الصور،
وبنشوفها وهي بتعبي بنزين وبيجي لها مكالمه من المدرب، فبتروح تقابل الدكتوره اللي في المشرحه، وهناك بتوريها جثه واحده لسه ميته قريب، فبتقطعها قدامها حته حته عشان تجمد قلبها. وبعدها بتقابل المدرب، فبيمثل ان هو هيكون الخصم بتاعها في ارض المعركه، فساره بتثبت له انها فنانه في اختيار السلاح المناسب ليها، والمدرب بيكون فرحان بيها جدا، وبيعرفها ان المباراه قدامها حوالي اسبوع. وبعدها بتروح تدور على لبس كويس للمباراه وبترجع للبيت، وهناك بيجي لها مكالمه من المحكمه ان المباراه هتتاجل لمده شهر بسبب سوء الطقس، ولازم تدفع المصاريف لنسختها خلال الشهر ده. وبعدها بتتقابل مع جوزها مره تانية، فبيقول لها ان هو هيشتغل في وظيفه تانية عشان يبقى قريب من نسختها، وساعتها بتعرفه انها هتعمل اي حاجه عشان تبيدها من على الارض، فبيرد عليها وبيقول لها ان هي كمان مش هتسكت وهتعمل اي حاجه عشان تعيش. فبعدها بتتصل على المدرب وبتعرض عليه انها تعلمه الرقص مقابل ان هو يدربها لان ما بقاش معاها فلوس. وهما في البيت بيطلب منها انها تمسك القوس وتقتل الكلب بتاعه عشان بقى كبير وتعبان، لكن ساره ما بتقدرش تعمل كده، وبتلاحظ وقتها ان نسختها بتراقبها، فبتضرب ناحيتها وبتيجي في كلب صغير. وساره ساعتها بتطلع تجري ورا نسختها لحد ما بتلاقي 2 توأم بيلعبوا في الغابه، فبيدلوها على المكان اللي استخبت فيه نسختها. ولما ساره بتقول لها تفتح الباب ومش هتأذيها، بترد انها كانت عاوزه تقتلها من شويه. ووقتها ساره بتعتذر لها وبتوعدها انها مش هتعمل اي حاجه، وبتدخل تتكلم معاها شويه. ولما ساره بتقول لها انها تقتلها بطريقه سهله بدل الطرق التانيه اللي كانت بتفكر فيها، ونسختها بتقول لها انها عاوزه تاخدها للمكان، فبتروح معاها الجلسه مع ناس قتلوا النسخ بتاعتهم وحياتهم اتدمرت بسبب الكوابيس اللي بيشوفوها كل يوم. وساعتها رئيس المجموعه بيطلب من كل شخص فيهم انه يكتب رساله لنسخته كانه كان عايش، ونسخه ساره بتكتب كلام مؤثر جدا، وبيقرروا يعيشوا مع بعض هما الاتنين. وتاني يوم بنشوفهم هما ماشيين مع بعض عشان يعدوا الحدود سوا، ولما ساره بتسالها عن الحاجات اللي جابتها معاها، فبترد انها جابت كل حاجه زي ما اتفقوا، وبتطلع لكل واحده منهم ازازه ميه وهم ماشيين مع بعض. وساره بتشكرها علشان رجعت لها مره تانيه، وبتقول لها انها مستغربه لانها كانت حريصه جدا على قتلها من كام يوم، لكن دلوقتي بقوا حبايب، وللاسف ما بتلحقش تكمل وبقها بينزف دم بسبب السم اللي شربته. وثواني وبنشوف نسختها وهي طالعه تجري للمكان اللي هيحصل فيه المباراه، وبتكذب على الممثله اللي هناك وبتقول لها انها ساره الحقيقيه، وان نسختها هربت لما عرفت انها هتموت. وساعتها بيدخلوها لجنه قسم قدام المحكمه، وبيتر بيقسم انها ساره الحقيقيه، وبترجع معاهم للبيت. وهناك بنكتشف انها كانت متفقه مع بيتر من البدايه عشان تتخلص من ساره، لكنها ما بتكونش مبسوطه بسبب اللي عملته فيها، وخصوصا انها مش حابه تعيش حياتها وبتقرر انها تهرب. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده، ومش هوصيك بقى لو اول مره تشوف افلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في صفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا اول باول. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.